طب لحظة واحدة، أنا بس أعرف اللي بيسمعونا إن حضرتك الأستاذ عاطف ابن خال جيهان. ماشي تمام، اتفضل حضرتك. احنا رحنا عملنا محضر في الجسم، فلما ملينا اسم الواد والظابط اللي هناك عرف ان البت مسيحيه وهو والواد مسلم. محدش عبرنا ولا حد سال فينا ولا اي حاجه لغايه النهارده ظهر. فيعني هو المحضر هو وجلة واحد اللي احنا عملناه بقى. لان من ساعه ما عملنا المحضر لا حد استدعى ابوه ولا امه ولا حاجه خالص ظهر. المره الاولانيه يعني كانت ماشيه بارادتها مع الولد ده؟ كانت ماشيه بارادتها، ايوه. كان الواد ده ضحك عليها برضه، كان ماشي معاها واحنا منعناهم يعني. بس لما سنها كمل فجاه لقيناها اختفت. هي في اولى سنه ولا لكن ما تعرفش اذا كانت عدت 18 سنه ولا لسه؟ ايوه لا عدت ال 18. عدت 18 سنه. يوم ما كمل ال 18 سنه بالظبط يوم ما اتخطف. ايوه لا عدت ال 18. عدت 18 سنه. يوم ما كمل ال 18 سنه بالظبط يوم ما اتخطف. اختفت او اتخطفت يوم ما تمت 18 سنه. هي اتخطفت قبل كده، غابت يوم عن البيت. مع نفس الواد ده برضه. بس رجعت تاني لان هي سنها كان ناضج. فضلت لما سنها كمل وفجأة لقيناها اتخطفت. ما قدرتوش تعرفوا منها اي معلومات؟ مخطوفه هي فين؟ اي حاجه ما عرفتوش تعرفوا اي حاجه خالص؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا اسمي جيهان ناد وديع من الخصاص شارع النجاري رقم 8. وأنا بحب أتكلم يعني عن نفسي على اللي حصل لي يعني لما كنت عايزة أسلم. وأنا دلوقتي مسيحية، طبعا كنت مسيحية ودلوقتي الحمد لله أسلمت. بس فأنا طبعا لما متمسكة بالدين ما همنيش أي حاجة كانت بتحصل لي يعني. بس فأنا طبعا كنت بتابع مع أصحابي المسلمين ويعلموني إزاي أصلي، ودخلت يعني معاهم المصلية وتعلمت يعني وحبيت طبعا الإسلام. فجم طبعا أهلي عرفوا، فجم ودوني الدير بالعافية. وهناك طبعا في الدير كانوا بيعملوا معاملة يعني إن أنا طبعا هطلع الدين المسيحي، فكانوا بيذلوني. بس يعني حاولت أستحمل على أساس إن أنا كنت عايزة أهرب. طبعا كانوا حابسيني طبعا ما بطلعش غير معاها هي. بس فجيت طبعا كنت حاطة في دماغي إن أنا ههرب، فهربت أنا واحدة صاحبتي من ملوي، دي برضو كان نفس يعني حالة زيي برضو. بس وربنا طبعا سترها، مع ان ما كناش نعرف حاجة خالص في مصر ولا كان معانا فلوس، ما كناش عارفين طبعا الفلوس جت منين والمواصلات لقيناها ازاي. بس والحمد لله يعني وصلنا بالسلامة وروحنا. بس طبعا رحبوا بيا لان انا طبعا روحت لان كنت لسه ما وفيتش السن يعني، فكنت مستنية هي النقطة دي بس لحد ما اوفي السن بحيث ابقى يعني ايه وكيلة نفسي. فطبعا رحبوا بيا وفرحوا لما لقوني. انا رجعت لهم وقلت لهم انا طبعا بحبك وكده، على اساس ان هم كانوا واخدين مني بطاقة بحيث اخدها. بس وكان طبعا ولا فطلة ولا خروج، وكان طبعا على طول بهدلة وعلى طول طبعا شك فيا عشان طبعا انا هسلم. بس فجيت بعد كده لقيت يعني الظروف كل ما تروح تترتب اكتر من الاول. فجيت طبعا لقيت البطاقة طلبوها مني في المدرسة وانا في مدرسة تجارة يعني دبلوم. فجيت مرة واحدة لقيتها يعني في وشي، فطبعا السن وفى، فجيت خدتها بإرادتي يعني. فجم هم اهلي دلوقتي بيقولوا انا مخطوفة، وانا دلوقتي مش مخطوفة يعني، ولا حد اجبرني على كده وانا جايه بإرادتي. وانا بطلب من اختي والمسلمين ان هم طبعا يقفوا معايا، ان انا محتاجه لهم، محتاجه اهل طبعا يعوضوني عن اهل دول، ومحتاجه طبعا حد يقف معايا يعني ويشجعني ان انا اواظب على الاسلام طبعا. بس والحمد لله يعني ان انا بقيت مسلمه دلوقتي واشهرت اسلامي في الازهر، وربنا طبعا بيساعدني طبعا على كل حاجه طبعا بتمر عليا. بس والحمد لله يعني. اهلي بيقولوا عليا ان انا اتخطفت، وده طبعا كذب وما حصلش. وانا اليوم ده كان يوم الاربعاء سوري. فاليوم ده خدت البطاقه بالليل يوم الثلاث بالليل وشلتها في الشنطه يعني في الكتب. بس فطبعا اخويا شك فيا فراح معايا المدرسه، فاستنيت لما هو دخل وطلعت، فطبعا هو ما شافنيش، وهما بيقولوا ان انا كان يعني معايا 3 وخطفوني، وده طبعا ما حصلش. مفيش حد بيخطف حد بالعافيه ولا حد بيجبر حد. بس وانا رايحه بارادتي وبس يعني مفيش حاجه حصلت من حاجه ديت. وهم طبعا بيحاولوا يشوشروا كده عشان يجيبوني.
بس وانا طبعا مش عايزه منهم حاجه، مش عايزه حاجه تانية خالص من الدنيا. انا عايزه اوصل رساله لاخواتي المسلمين ان انا طبعا دلوقتي بقيت واحده منهم، ومحتاجه منهم ان هم يحسسوني ان هم اهلي، وطبعا يحموني. طبعا اهلي طبعا دول خلاص طبعا هنساهم، وانا دلوقتي طبعا محتاجه لهم هم اكتر من اي حد يعوضوني عن اهلي. وطبعا ده كله عشان خاطر ربنا طبعا، ان انا طبعا سبت الدنيا دي كلها عشان خاطر ان انا اصلي واصوم واعبد ربنا، وهو ده طبعا الدين الصح. وانا دلوقتي محتاجه لهم ان هم يحموني ويحافظوا عليا زي اهلي. انا بحب اوضح حاجه لاخواتي المسلمين، ان هم طبعا يقفوا مع اخواتي اللي هم في الدير. طبعا انا كنت هناك وعارفه ان في طبعا اخواتي البنات طبعا عايزين برضو بيحبوا الاسلام، وفي اللي اسلموا وخدوهم وبيعذبوهم في الدير. وربنا انا بدعي لهم كل سنه ان ربنا طبعا يثبتهم على اللي هم فيه. وطبعا اخواننا المسلمين طبعا هيحاولوا طبعا ان هم يساعدوهم على قد ما يقدروا، وربنا يثبتهم على اللي هم فيه طبعا، وربنا طبعا يفرج عنهم في الحبس اللي هم فيه دوا. وانا بدعي لهم من كل صلاه. عايزه اوصل رساله للجسيس شنوده والجسيس عماد ان هم يبعدوا عن ابويا وما يعلموش الكذب. واولا ابويا ما يعرفش يطلع على الموقع المسيحيه، ولا يعرف اولا هو ازاي مش عارفه ان انا عندي 18 سنه، وانتوا اللي وزتوه ان هو يكذب. وانا دلوقتي مبسوطه الحمد لله ان انا مسلمه، وكده انا مرتاحه اكتر من الاول. الحمد لله ان ربنا نجاني منكم، لان كنتوا عايزين تودوني الدير بالعافيه زي المره اللي فاتت لما كنتوا بتذلوني هناك في الدير. بس وابويا طبعا ازاي ما يعرفش ان انا عندي 18 سنه، اكيد انتوا اللي خليتوه يكذب وطلعتوه على الاعلان المسيحي. بس والحمد لله ان انا دلوقتي بقيت مسلمه وربنا نجاني منكم. انا بوصل لاهلي ان انا مسامحاهم على كل اللي عملوه فيا، على الضرب وعن هم فرجوني وودوني الدير، وانا مسامحاهم. وعايزه بدعي لهم ان ربنا يهديهم زي ما هداني في الاسلام، وان الاسلام هو ده الدين الصح. انا عايزه اوصل رساله لاهلي واقول لهم ان انا طبعا كويسه وان انا بخير، ومفروض لو هم طبعا بيحبوني يفرحوا لي ان انا دلوقتي بصلي وموحده بالله. وانا اتمنى لهم ان ربنا يهديهم، وان الاسلام دوت نعمه من عند ربنا، وهو ده الدين الاساس بس. وربنا يهديكم. وطبعا لو انتوا بتحبوني وبتفرحوا لي للخير هتتبسطوا ان انا بصلي دلوقتي. وانا كل اللي عايزاه منكم ان انتوا طبعا تبقوا اهلي مهما كان، بس برضه ما تبقوش شوشره برضه على الكلام. وانا دلوقتي مرتاحه اكتر من الاول، لان طبعا في الاول ما كنتش بصلي ولا بعمل اي حاجه، لكن دلوقتي بخاف ربنا وبصلي وبصوم وكل حاجه بحبها. انا بحب اوصل رساله لاخت كاميليا واخت وفاء ان ربنا يثبتهم على اللي هم فيه، وما يفرضوش في الاسلام، فرضوا في اي شيء في الدنيا الا الاسلام، زي ما انا عملت كده وضحيت بكل حاجه عشان الاسلام. ربنا يثبتهم على اللي هم فيه.